من كام يوم نزلت قابلت اصحابي على القهوه، فرنا واحده من صحابنا قالت لنا عدى اسبوعين على اخر مره قابلته فيها، وكان قصدها على ولد هي معجبه بيه يعني. فقالت لنا بصراحه انا قلقانه لحسن يكون مش شايفني جميله واتراكتيف، وبدات اوسوس واوفر ثينك اذا كان هيبعت لي ننزل تاني ولا لا، وانا عارفه ان قله ثقتي بنفسي دي هتخليني ابوظ الدنيا كالعاده. بعدها حسام بيقول هو كمان انا مش فاهم انا ايه مشكلتي بجد، انا حد ذكي شكلي حلو ونضيف ناجح في شغلي ومن اكتر الناس اللي بتدي في اي علاقه تدخلها لدرجه اني باجي على نفسي، وارتبطت ببنات كتير اي حد يتمنى يكون معاهم، ومع ذلك بتحصل نفس المشكله كل مره بزهق بفقد الاهتمام واحس اني محبوس. انا بجد مش فاهم ليه الموضوع صعب قوي كده اني الاقي حد مناسب ليا. وفي الاخر بقى دخلت سلمى علت عليهم كلهم، وسلمى دي المتجوزه اللي فينا، فقالت انا متجوزه بقالي سنين ولسه بحس اني وحيده. بجد ابراهيم وده اللي هو جوزها عمره ما بيتكلم عن مشاعره ولا عن علاقتنا، كل يوم بيتاخر في الشغل ويوم اجازته بيقضيه مع صحابه يا بيتفرج على كوره، مفيش اي حاجه بتجمعنا سوا، مفيش اي لغه حوار. وبصراحه كده انا بفكر اتطلق، بغض النظر عن قصص صحابي المختلفه في العلاقات، لكن اعتقد كل واحد عدى او بيعدي بحاجات شبه دي. فقررت اطلع الدكتور اللي جوايا وسالتهم هل الحب لوحده كفايه انه يقوم علاقه؟ خلوني احكي لكم حكايه بنت صاحبتي اسمها صوفيا، واللي كانت بتتعالج عندي في نفس الوقت. من كام سنه صوفيا بدات تدخل في علاقه مع واحد اسمه كريم. صوفيا قابلت كريم في عزومه واحد صاحبنا واتعرفوا على بعض وبتاع. بعدها بكام يوم خرجنا كلنا نتعشى سوا وكريم جه القعده دي، والموضوع بدأ من هنا. صوفيا لما جت العياده قال لي انا ما كنتش قادر اقاوم نظراته ليا طول ما احنا قاعدين، بس بجد اللي جابني على وشي كان كلامه. قعد يقول لي كلام بقى اللي هو بمعناه ان انا وانت هنكون لبعض، وقال لي صوفيا ما تيجي بدل ما انت بتشتغلي من البيت لوحدك ننزل نشتغل سوا، وممكن تكلميني في اي وقت براحتك وطمنيني عليكي لما توصلي الجو ده. وقالت لي انا حسيت ان كان في شعور بالامان في كلامه، وان انا بنتبيه وانه مش لوحدي وبتاع، وهو كان باين عليه يعني شخص محترم. بس انا لو كنت مركزه كويس في كلامه كنت هسمع صوفيا انا بخاف من الارتباط، انا عندي مشاكل ادخل في علاقه طويله، وهو نفسه قال لي كذا مره انه عمره ما دخل في علاقه مستقره، وان دايما لسبب لا يعلمه الا الله كان بيحس فجاه بالزهق والملل مع كل البنات اللي ارتبط بيهم، وكان بيجيله شعور انه لازم يسيبهم ويموف اون. بس انا قلت لا انا اللي هغير ده. وقالت لي بالرغم ان كان ممكن اشوف انه في شويه مشاكل، لكن في الوقت ده انا ما كنتش عارفه ازاي ده هيأثر على حياتي، وكنت فاكره بان كل ده هيتغير بقى بعد الجواز والحب يقدر يغير اي حاجه والجو ده. ما كانش في حاجه مهمه بالنسبه لي غير ان انا اكون معاه، مع ان في نفس الوقت كان بيجي لي علامات منه ان هو مش هيقدر يلتزم بالعلاقه، لكن انا تجاهلت كل الافكار دي وطلعتها من دماغي، وكنت واثقه انه هيكون معايا وكل حاجه هتختلف. طبعا صوفيا كانت غلطانه لان كل ما كانوا بيقربوا العلامات كانت بتوضح وكل حاجه كانت بتبوظ اكتر. كريم بدا يقول لها بقى انه مشغول قوي في اليوم الفلاني واننا مش هينفع نتقابل، وساعات كان بيتحجج انه الاسبوع كله مشغول ومزنوق جدا في الشغل. وبعدها بدا يقول لها طب احنا ممكن نتقابل اخر الاسبوع بس، يوم الاجازه بس، وهي كانت بتوافق. صوفيا قالت لي بس من جوايا كنت حاسه ان في حاجه غلط، ايه هي معرفش، لكن بعدها بدات اقلق وبدات انشغل بقى بهو فين بيعمل ايه، وبقيت حساسه جدا بزياده لاي حاجه بتلمح ان انا وهو ممكن نسيب بعض. قالت لي وفي الوقت اللي كانت تصرفاته فيها دليل واضح ان هو مش راضي عن علاقتنا وكان بيبعدني عنه كتير، لكن في نفس الوقت كان بيعمل ده ويقدم مع مشاعر ويقدم مع اعتذارات. بس وفضل كريم وصوفيا على الوضع ده لفتره، شويه فوق شويه تحت، شويه ساقع شويه سخن، وصوفيا ما بقتش قادره تتحكم في مشاعرها، ما كانتش عارفه تتصرف ازاي. وبالرغم ان صوفيا دي بالذات من صحابي اللي دايما عارفين كويس قوي هم بيعملوا ايه ويتصرفوا ازاي، بس فجاه بقت بتلغي الخروجات بتاعتنا لحسن يكلمها في اي وقت يقول لها يلا ننزل. بعدها صوفيا فقدت الاهتمام بكل حاجه كانت مهمه بالنسبه لها، بقت مشغوله بيه هو بس وما تفكرش غير فيه. وكاصحاب صوفيا كلنا كنا فرحانين بقى في الاول وبتاع لما كنا شايفين صوفيا بتقابل حد جديد ومبسوطه معاه، بس كل ما علاقتهم كانت بتتحرك لقدام كان الموضوع بيوضح اكتر وكنا بنقلق عليها اكتر ومن سيطره كريم على دماغها اكتر. كانت طول ما هي قاعده معانا يا قلقانه يا مش حاسه بالامان، معظم الوقت مستنيه مكالمه منه، اللي مشغوله بالتفكير في علاقتهم ومش عارفه تنبسط معانا زي زمان. واتضح كمان ان شغلها كان متاثر بده، وهي قالت لنا انها خايفه تترفد او يمشوها من الشغل. الغريب كلنا كنا عارفين صوفيا كويس وقد ايه هي شخص عاقل وعارف بيعمل ايه، لدرجه اننا شكينا اننا ما نعرفهاش فعلا وان دي مش شخصيتها الحقيقيه. برغم ان صوفيا ما كانتش واخده بالها من تاريخ كريم في انه ما بيعرفش يحافظ على العلاقه لفتره طويله، وبرغم من معرفتها كويس قوي انها هتكون مبسوطه اكتر لو سابته زي ما كانت مبسوطه قبليه، الا انها ما كانتش قادره تاخد القرار انها تنفصل عنه. كدكتور انا ما كنتش فاهم ازاي الشخص الذكي ومعقد وقوي زي صوفيا تعمل كده، ازاي اختلفت قوي كده عن شخصيتها الحقيقيه.
من ناحيه تانية برضه ما كنتش فاهم ليه كريم بيبعت علامات مختلطه بالشكل ده، برغم ان كان واضح لينا كلنا ان هو فعلا بيحبها. محدش فينا كان فاهم ليه ده بيحصل معاهم. في نفس الوقت اللي صوفيا كانت مرتبطه فيه بكريم، سافرت مؤتمر طبي بيتكلم عن نظريه التعلق، ودي حاجه كده بنستخدمها يعني عشان نساعد الامهات انهم يخلقوا علاقه قويه باطفالهم. المهم ده وصلني لاكتشاف ان التعلق بين الام وطفلها شبه التعلق بين الراجل والست اللي بتجمعهم علاقه رومانسيه. نظريه التعلق دي في كلمتين بتحدد 3 انواع او 3 ستايلات لتعلق اي اتنين ببعض. ال3 ستايلات دول بيشرحوا ازاي الناس بتستقبل وتستجيب للعواطف والمشاعر في العلاقات الرومانسيه، وده نفس اللي بيحصل مع الاطفال وامهم. وال3 ستايلات دول هم التعلق الامن، التعلق المقلق، والتعلق المتجنب. من الاخر كده الناس اللي تعلقها امن بتحس بالراحه مع القرب والعواطف مع شريكهم، وغالبا بيكونوا ناس فريندلي كده ومحبين. اما الناس اللي تعلقها مقلق فدول بيحنوا قوي وبيدوروا بشده على القرب من الطرف الثاني، وبيبقوا اغلب الوقت مشغولين جدا بعلاقتهم، وبيميلوا انهم يقلقوا اذا كان شريك حياتهم هيقدر يحبهم زي ما بيحبوه ولا لا. واخر حاجه الناس اللي تعلقها متجنب فدول بيشوفوا انهم كل ما يقربوا من الطرف الثاني كل ما استقلاليتهم بتقل وحريتهم بتقل، بيحسوا انهم محبوسين فبيحاولوا باستمرار انهم يقللوا قرب الشريك التاني. الناس بستايلات تعليقهم المختلفه دي بيختلفوا في 5 حاجات: رؤيتهم للعواطف والقرب من بعض، الطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع مشاكلهم وصراعاتهم، تصرفاتهم تجاه العلاقه الجسديه بينهم، قدرتهم على التواصل والتعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم، واخر حاجه توقعاتهم من شريكهم ومن العلاقه. كل الناس في مجتمعنا سواء لسه مرتبطين او متجوزين بقالهم 40 سنه بيكون عندهم نظام او ستايل تعلق من ال3 دول، واحيانا بس ده نادرا يعني في ناس بيكونوا ميكس بين التعلق المقلق والتعلق المتجنب. المهم يعني ان من خلال نظريه التعلق دي تقدر تتوقع وتحدد تصرفات الناس في اي موقف رومانسي، وده لاننا متبرمجين اننا نتصرف بشكل محدد من الاول. فلو عرفت نوع او ستايل تعلق الشخص اللي قدامك تقدر نوعا ما تتوقع التصرف قبل ما يحصل. في مره صوفيا سالتني في جلسه من الجلسات، قالت لي لكن ازاي احنا اصلا بنكتسب ستايل التعلق بتاعنا ده من الاساس؟ قلت لها ان في الاول كانوا بيفترضوا ان ستايل التعلق ده بيجي نتيجه الشكل اللي اتربينا بيه، يعني لو اهلك مثلا كانوا حساسين وموجودين دايما عشانك ومتجاوبين معاك يبقى ستايل التعلق بتاعك هيكون امن. لو كانوا مش متجاوبين معاك بشكل مستمر ومتقطع يبقى غالبا هتكتسب ستايل التعلق المقلق، ولو كانوا بقى بعاد عنك وناشفين ومش موجودين حواليك يبقى هتطور ستايل تعلق متجنب. بس ده كله كان زمان، اما النهارده فاحنا عارفين ان ستايل التعلق في الكبار بيتاثر بحاجات كتير منها التربيه طبعا، لكن في حاجات تانية زي الجينات والتجارب الحياتيه وكده. المهم دلوقتي لو رجعنا لقصه صوفيا صاحبتي وكريم هنشوفها بشكل مختلف. Okay, great. كريم تعلقه في العلاقات كان من النوع المتجنب، وده لخص هو كان بيفكر ازاي، تصرفاته كانت عامله كده ليه، وتوقع انه هيبعدها وياخد مساحته ويتلكك بقى باي عيب في صوفيا، غير الخناقات اللي كان بيبداها عشان ما يخليش العلاقه تتحرك لقدام. كمان كريم كان عنده صعوبه شديده في انه يقول لصوفيا كلمه بحبك. من المثير للاهتمام ان النظريه كمان فسرت ان بالرغم من ان كريم كان عايز يبقى قريب منها لكنه حس انه مجبر انه يبعدها عنه، مش عشان هو مش معجب بيها او لانها مثلا حد مش كويس زي ما هي كانت فاكره، بالعكس هو بعدها عنه لانه حس ان قربها وعلاقتهم ببعض عماله تزيد. لكن صوفيا برضو مش ملاك، النظريه فسرت تصرفاتها هي كمان، افكارها وردود افعالها اللي احيانا بيكون مبالغ فيها شويتين متطابقه مع ستايل التعلق المقلق، وده وضح ازاي قلقها ضرب في وش كريم لما حاول يبعدها، وظهر عليها لما ما كانتش عارفه تركز في شغلها وتفكيرها المستمر في علاقتهم وحساسيتها الزياده تجاه اي حاجه كريم بيعملها. وتوقعت كمان ان بالرغم ان صوفيا قررت تنفصل عنه الا ان عمرها ما شجعتها جابتها انها تنفذ القرار ده فعلا. وفهمت انا بقى ليه عكس حكمها السليم ونصايح صحابها اللي انا منهم كانت بتعمل اي حاجه عشان بس تكون قريبه منه. والاهم النظريه كشفت ليه صوفيا وكريم ما كانوش عارفين يكملوا مع بعض برغم انهم فعلا كانوا بيحبوا بعض، لكن الاتنين كانوا بيتكلموا لغات مختلفه وميولهم المختلفه انفجرت. هي بتدور على قرب معنوي وجسدي مليان مشاعر، وهو بيدور على استقلاليه وبيخجل من الحميميه والعواطف. اي نعم مش مستحيل على اي حد انه يغير ستايل التعلق بتاعه، لأن ده بيحصل مرة بين كل 4 أشخاص وعلى مدار 4 سنين، وده لأن معظم الناس مش مدركين المشكلة أصلا، فالتغيير ده بيتم بدون علمهم أساسا. المهم إحنا كبني آدمين فإحنا متبرمجين إننا نختار عدد محدود بس من الناس ونخليهم دول الناس القريبين مننا والعزاز والغاليين علينا،
جيناتنا اتربت اننا نكون معتمدين على بعض. الرغبه دي بقى بتبدا من واحنا في الرحم وتنتهي لحد ما نموت، وده لان في عصور ما قبل التاريخ الناس اللي استقلت بنفسها وما كانش عندهم حد يحميهم كانت فرصتهم اكبر انهم يبقوا فريسه ويتاكلوا، على عكس مثلا الشخص اللي كان عنده حد يهتم بيه ويعتني بيه كويس. فدول اللي نجوا ومرروا جيناتهم لعيالهم لحد ما وصلت لنا، وبقت جيناتنا تفضل انها تكون علاقات قويه. كمان في الواقع الاحتياج اننا نكون قريبين من حد مميز بالنسبه لنا مهم لدرجه ان المخ بيمدنا باحساس اننا مطمنين لما نكون قريبين من الاشخاص دي. يعني تخيل مثلا لو جيت قلت لك ان في طياره حصل لها حادثه في الجو ووقعت في المحيط، وفي نفس اليوم قبلها بشويه انت كنت لسه بتودع حبيبتك او مامتك مثلا وهي مسافره بالطياره. الشعور بقى المفاجئ اللي بتحس بيه في بطنك ده ان هي وجعاك وفي حاجه كده كاتمه على قلبك، ده اللي مخك بيمدك بيه لانه حاسس ان في احتماليه انه يفقد الشخص ده. اما تصرفك بقى الهستيري بتاعك وقتها ان انت تاخد بعضك وتجري على المطار، ده اسمه السلوك الاحتجاجي، وده اللي بيعمله الطفل مثلا لما نبعده عن امه، والسلوك ده موجود عندنا كلنا كبار وصغيرين. لما تيجي تفكر فيها هتحس ان التعلق الامن هو الافضل في العلاقات، مش كده؟ مريح. لكن تخيل لو انت اتولدت في بيئه خطر جدا، ساعتها هيكون من الغباء انك تربط نفسك بشخص واحد بس، لان غالبا الشخص ده مش هيكون موجود لوقت طويل وممكن يموت في اي لحظه. فالافضل انك ما تتعلقش بيه قوي وتموف اون، فساعتها ستايل التعلق المتجنب هيكون هو الافضل. اما لو انت اتولدت في بيئه عنيفه جدا، فالافضل انك دايما تكون صاحي وقريب جدا من رفيقك او الشخص العزيز عليك ده، وساعتها ستايل التعلق المقلق مش هيكون مضر. اما لو انت في بيئه امنه، فالقرب والعاطفيه اللي بتستثمروها في بعض هتعود عليكم بفوائد كتيره ليكوا ولعيالكم، وطبعا التعلق الامن هيكون هو الاحسن في الحاله دي. اي نعم احنا دلوقتي مفيش حد بيجري ورانا بيحاول يصطادنا، لكن في الاول او في الاخر عقلنا واستيعابه للمشاعر اتسلم لنا من الناس دي اللي كانت عايشه في عصور مختلفه تماما. ونوعية حياتهم والمخاطر اللي كانوا بيقابلوها هي اللي صممت مشاعرنا بتاعت النهاردة، واللي كانت اتكونت على أساس التعامل مع حياتهم القديمة. لو بصينا دلوقتي لحكاية صوفيا وكريم من المنظور ده هنلاقيه بيفسر حاجات كتير قوي، وبالذات حتة ليه صوفيا ما كانتش عارفة تنفصل عن كريم برغم انها ما كانتش مبسوطة معاه. الموضوع ما كانش ضعف منها، لكن ببساطة هي غريزة طبيعية في انها عايزة تحافظ على الشخص المتعلقة بيه بأي تمن، وده تصرف متوقع بالنسبة لنوع التعلق المقلق. بالنسبة لصوفيا احتياج انها تفضل مع كريم كان جاي من ناحية شعورها بالخطر، الخطر ان حبيبها مش عارفة توصل له، مش بيرد عليها، ممكن يكون في مشكلة. كونها بقى تسيبه براحته او تتخلى عنه في الوقت ده دي حاجة مستحيلة بالنسبة لنوع التعلق بتاعها، فاستخدمت السلوك الاحتجاجي بتاعها بانها تتصل مرة واثنين وثلاثة و10، او انها تحاول تخليه يغير عليها مثلا عشان تلفت انتباهه. I don't blame you for It's not over. What is? It's over. المهم بعد كذا جلسة معايا صوفيا اتشجعت وانفصلت عن كريم، وبدأت انها تقابل ناس تانية، بس المرة دي بمعرفتها عن نظرية التعلق، وعرفت تحدد من اول العلاقة اذا كانوا هما من النوع المتجنب ولا لا، وبقى تركيزها انها تقابل حد يكون قريب منها ويحبها بالطريقة المريحة ليها. وفعلا صوفيا قابلت سليم وكان من ستايل التعلق الآمن، وهي دلوقتي مبسوطة معاه، ونادرا لما بتتكلم بخصوص علاقتهم مع بعض، وده مش عشان انها مش عايزة تشاركنا، لكن عشان هي ما بقاش عندها اي شكوك او شكوى من ناحيته، ورجع يبقى اغلب كلامنا على الشغل والكارير والمستقبل والحاجات دي.